أنكور هي واحدة من الشركات الصينية الكبيرة المشهورة من زمان بكابلاتها وشواحنها والباور بانكس، وتحت مظلتها في شركات تانية كبيرة زي نابيولا المشهورة بالبروجيكتورز، ويوفي المشهورة بروبوتات المكانس وأنظمة المراقبة والبيوت الذكية، وطبعا ساوند كور وهي شركة متخصصة في مجال السماعات والهيدفونز. واللي معانا النهاردة هي واحدة من أرخص موديلات ساوند كور، وهي واحدة من أرخص السماعات المحترمة عموما اللي سعرها في حدود 1100 جنيه تقريبا. فمقارنة بأبل ايربودز، هواوي 3 بادز، وان بلس، سكال كاندي تعتبر أرخص كتير جدا، بس لازالت طبعا أغلى من سماعات كتير جدا من شاومي وريلمي وجوي روم وغيرهم، لكن نقدر نقول فعلا إن هي مميزة جدا عن كل اللي تحت وأرخص من كل اللي فوق. فتعالوا النهارده نعرف أكتر إيه إمكانيات ومزايا وعيوب لايف نوت إي من ساوند كور، وتقدروا تحكموا من نفسكم إذا كانت مناسبة ليكم ولا لأ. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من سلوبيديا، معاكم اسلام. يلا بينا نبدأ. بما ان انكور بتعتمد على امازون في جزء كبير من خدماتها، فاكيد لما نجيب انكور هنجيبها من امازون. وهو ده شكل علبة السماعة، وعلى الظهر مكتوب كل مواصفاتها، ومن فوق هنلاقي ستيكر الحماية اللي لما تخربشه تقدر تتأكد ان المنتج ده هو منتج اصلي من انكور. الموضوع ببساطة بعد ما تخربش الكود انك تعمله سكان بالكاميرا فيطلع لك الويب سايت، ولما تفتحه هتدخل الارقام المكتوبة على الستيكر فيقول لك اذا كانت السماعة دي اوريجينال فعلا من انكور ولا كوبي، وكمان هيقولك اذا كانت دي اول مرة يتعمل تشيك على الكود ده ولا لأ، فمحدش تاني هيقدر انه ينسخ نفس الكود ويروح يلزقه على علبة تانية. النظام ده بقى نظام متبع للتأكد من اي حاجة ان هي اوريجينال. هتلاقوا شاومي وجوي روم وريلمي كلهم بيستخدموا اكواد زي دي على كل حاجاتهم وكل اكسسواراتهم عشان تتأكدوا اذا كانت اوريجينال فعلا ولا لأ. ستيكر الضمان مش ملزوق كويس، مش مشكلة، نفتح الباقي. واول حاجة هنلاقيها هي كيس للكتالوجز شكله شيك جدا، واول ورقة هي سؤال كده عن خدمات ساوند كور اذا كانت عجبتك ولا لا، يعني بيحسسوك فعلا بالاهتمام من حتة ورقة شيك مطبوعة مخصوص بس عشان كده، فجميل. هنلاقي بعد كده كتالوج شكله محترم جدا بس هنرجع له بعدين، وكتيب لتعليمات الامان نركنه على جنب، وهنلاقي سلك للشحن من نوع تايب سي محفور عليه ساوند كور وطوله معقول مش قصير. هنلاقي كيس صغير فيه مقاسات مختلفة للسيليكون تاب اللي اتحط في الودن، ونركن كل الكلام ده على جنب ونيجي للسماعة نفسها. العلبة شكلها لطيف، كلها مط تماما وبيلمع عليها في النص اللوجو بتاع ساوند كور. من وراه هنلاقي مدخل الشحن تايب سي، ومن قدام هنلاقي 3 لمبات ليد انديكيتور. الغطا رغم انه خفيف لكن مش ركيك، والهنج كويس جدا ومش بيقفل لوحده ومش بيتلخلخ زي سماعات تانية كتير، وكمان في جزء سوفت ناعم جدا وطري كده متبطن بيه الغطا من جوه، وده اللي بيقفل على السماعات ويثبتها في مكانها كويس جوه العلبة ويخليها ما بتلقش. السماعتين راكبين في مكانهم ماجنتيك وعليهم العزل الابيض ده، لازم نشيله ونرجعهم في مكانهم عشان تبقى جاهزة ان هي تشتغل. والسماعات شكلها شيك وحجمها صغير، بتتظبط في مكانها لوحدها على طول، والعلبة بعد كده بتقفل عليهم كويس جدا. فتصميم العلبة والسماعات لغاية دلوقتي ممتاز جدا، مش بشياكة الايربودز وون بلس والفئات اللي هي اعلى شوية، لكن كواليتي التصميم احسن بكتير واشيك بكتير من الفئات المشابهة من شاومي وريلمي وغيرهم، واحسن حتى في كواليتي التصميم من حاجة زي سكال كاندي اندي ايفو. وقبل ما نوصلها بالموبايل هناخد بالنا دلوقتي ان لما بنفتح الغطا بتنور باللون الابيض بالتدريج كده وبتطفي، وده معناها ان هي في البيرنج مود. فهنفتح على الموبايل اعدادات البلوتوث ونوصلها، هنلاقي الموضوع سهل جدا وسريع وبقت جاهزة للاستخدام. ولو جيت تستعملها ولقيتها مش مريحة في ودنك فما تنساش ان في اكتر من مقاس للسيليكون تاب، واللي اكتشفت ان هما 5 مقاسات مختلفة مش 3، ودي حاجة ممتازة لان فعلا دي اول مرة الاقي مقاس مريح جدا لودني، وتركيبها وفكها من السماعة سهل جدا وبتثبت في مكانها كويس جدا. الكتالوج كمان جميل جدا جدا لانه شارح كل حاجة تقريبا بشكل مبسط وبكل اللغات ومن ضمنهم اللغة العربية. بيشرح معنى اضاءة الليد انديكيتور 30 و70 و100%، ازاي ادخل في البيرنج مود لموبايل جديد او اعمل ريسيت للسماعة عن طريق الزرار اللي في النص اللي موجود جوه العلبة. ونيجي لاهم نقطة وهي اوامر اللمس. دي هي مجموعة الأوامر اللي هتشتغل لو أنا لابس السماعتين مع بعض. بالدبل تاب على أي سماعة أقدر أعمل بلاي وبوز، لو بلمس واعمل هولد لمدة ثانيتين على السماعة اليمين هعمل نيكست، وعلى السماعة الشمال هعمل بريفيوس. ولو جات لي مكالمة في أي وقت فأقدر على أي سماعة أعمل دبل تاب عشان أرد،
او المس وهولد لمدة ثانيتين عشان اكنسل المكالمة. ولو عملت تريبل تاب على السماعة الشمال اقدر افتح الفويس اسيستنت سواء سيري او جوجل، ولو عملت تريبل تاب على السماعة اليمين فاقدر اغير ما بين 3 انظمة مختلفة للايكولايزر، وهنتكلم عنهم اكتر كمان شوية. اما لو موصل سماعة واحدة سواء اليمين او الشمال فاقدر بالدبل تاب اعمل بلاي وبوز، لو بلمس واعمل هولد لمدة ثانيتين فهعمل نيكست ايا كانت السماعة يمين او شمال. والتريبل تاب بيشغل الفويس اسيستنت، يعني ما اقدرش اغير الايكولايزر مود وانا بستخدم سماعه واحده، ودي حاجه منطقيه لان الايكولايزر مود فعلا ملوش معنى غير لو انا بستخدم السماعتين. وبس كده، كتالوج ممتاز. بالنسبة لمواصفات السماعة فهنلاقي ان هي كل سماعة بتقدر تستخدمها لمدة 8 ساعات متواصل، وبعد كده الشارجنج كيس تقدر تشحن السماعتين 3 مرات كاملين فيوصلوا توتال ل 32 ساعة. السماعة فيها AI Enhanced Calls، بتستخدم الذكاء الصناعي عشان تحسن شوية من كواليتي المكالمات، هنشوف ايه مدى كفاءة الكلام ده كمان شوية. فيها 3 ايكولايزر مود، 10 ملم درايفر، وبدرجة مقاومة للمية IPX5، وده معناها ان هي ممكن تستحمل تلطشة المية الخفيفة او العرق لو بتلبسها وانت بتلعب رياضة. ومش مكتوب اي حاجة على العلبة ليها علاقة بالابليكيشن بتاع ساوند كول، فالموديل ده من السماعة مش موجود خالص عليه. يمكن الابليكيشن كان هيساعدني اعرف انا حاليا جوه انهي ايكولايزر مود ومقدار الشحن لكل سماعه لوحدها، لكن بما ان دي واحده من ارخص موديلات ساوند كول فمش ازمه كبيره. وقبل ما نجربها اكد عليكم تاني زي كل مره، دي من السماعات اللي فيها الجزء السيليكون تيب ده اللي بيتحط جوه ودنك، واللي ناس كتير جدا جدا بتفضله وناس تانية كتير جدا جدا مش بتفضله، وبتفضل السماعات اللي كلها بلاستيك من غير السيليكون تيب دي زي الايربودز. فدايما قبل ما تقرر انك تشتري اي سماعة اتأكد الاول ايه نوع السماعات اللي انت بتفضله اكتر، هل هو النوع اللي فيه السيليكون تيب ولا اللي من غير السيليكون تيب. ونيجي بقى لتجربة الصوت. ان هو الصوت عادي جدا جدا. نجرب الايكولايزر. هو ما بيقوليش انا على انهي مود دلوقتي، بيديني نغمة كده معناها ان انا قلبت من مود للتاني. البيس فعلا اقل كتير في الايربود. نقلع واحدة عشان اعرف اتكلم. الصوت فعلا ممتاز وعالي جدا جدا، الصوت اعلى بكتير من الايربودز. انا ما قدرتش استحمل اعلى درجة صوت، لكن على الايربودز استحملها عادي وممكن اسمعها. كواليتي الصوت كمان ممتازة جدا جدا، ممكن تبقى ككواليتي اقل بفرق بسيط جدا من الايربودز، او ممكن نقول عليها ان هي مختلفة شوية. لكن بالنسبة للميوزك اللي فيها بيز، بالنسبة للناس اللي بتحب تسمع البيز في الميوزك، فتجربة الميوزك هنا أحسن بكتير من الإيربودز. وبالنسبة للإيكولايزر فالفرق ما بين التلاتة مودز بيكون واضح جدا طول ما أنا مشغل موسيقى. المود العادي أو السيجنتشر بيكون متوازن تماما، المود بتاع البيز بيكون فيه فعلا البيز قوي جدا وعالي، أما المود بتاع البودكاست فبيكون واضح لأنه هو بيركز قوي على اصوات الناس اللي بتتكلم، وبيخفي خالص اي اصوات موسيقى بتقل جدا او بتبقى موجوده في الباك جراوند كده. بس المشكله فعلا ان انا لو مش بسمع ميوزك ممكن ما بقاش عارف انا على انهي مود، لان فعلا ما بقدرش اميز ما بينهم غير في الميوزك بس. لما بتغير الايكولايزر للبيس بوست تلاقي صوت البيس بقى قوي جدا جدا، بيخلي فعلا تجربه الميوزك ممتازه. لذلك تجربه البيس مثلا في حاجه زي وان بلس احسن بكتير، لكن على سماعة بالسعر ده البيز هنا محترم جدا جدا. انا بصراحة ما كنتش متوقع خالص اني اخد التجربة دي في الميوزك من السماعة دي. ومع الميوزك العادية الهادية اللي مفيش فيها بيز فبيبتدي يبان فرق الكواليتي شوية بينها وبين الايربودز لازالت مع اعلى درجة صوت محتفظة بنفس درجة الكواليتي ونفس درجة النقاء، كل الانسترومنتس كل الالات الموسيقية واضحة بشكل كبير جدا، وبرضه في ساوند كول بتاخد درجة نقاء ممتازة جدا. لكن في المزيكا الهادية دي فالكواليتي فيها أقل شوية من الإيربودز، وخصوصا على درجات الصوت العالية. كمان واحدة من الحاجات اللي كنت أتمنى إنها تبقى موجودة في السماعة دي
هو الامبيانت مود، لان السماعة زيها زي اي سماعة تانية بسيليكون تاب، لما بتتحط في الودن فبتسد الودن تماما. طول ما انت مش مشغل حاجة بتبقى سامع اللي حواليك بنسبة معقولة، كل حاجة بيكون صوتها مكتوم ومختلف شوية. فالامبيانت مود اللي بيسمح للصوت ان هو يدخل عن طريق المايك وتسمعه عن طريق السماعة بيحسن كتير من الموضوع ده، لكن برضه بسبب سعر السماعة فحاجة مفهومة جدا ان هي مش معمولة فيه، لانه برضه لو اتعمل وفيه اي نوع من الليتنسي هيكون فيه مشكلة كبيرة جدا، هيبقى عدم وجوده احسن. ونيجي دلوقتي لتجربة صوت الميكروفون في السماعة، واللي برضه بوضح تاني ان ميكروفون سماعات البلوتوث مش بتستخدم غير في المكالمات فقط. يعني لو بتبعت فويس نوت او بتصور فيديو فغالبا الصوت اللي بيتسجل مش بيكون جاي من خلال ميكروفون السماعة، ده بيكون جاي من خلال الموبايل نفسه. اما ميكروفون السماعة فبيشتغل خلال المكالمات العادية، مكالمات الماسنجر، مكالمات واتساب او اي نوع من المكالمات. ولو حابب انك تسجل صوت او تسجل فيديو عن طريق ميكروفون السماعة فلازم تستخدم ابلكيشنز معينة هي اللي بتقدر تعمل الموضوع ده. ويلا بينا نجرب المايك ده. كده حاليا لسه الصوت بتاع الموبايل نفسه، ميكروفون الموبايل. وده كده دلوقتي الصوت بتاع سماعة واحدة بس، الصوت مازال واضح لأن السماعة دي هي اللي ناحية الدرس أكتر، مش أعلى جودة صوت ميكروفون، لكن العزل للضوضاء يعتبر كويس جدا. ده دلوقتي برضه هو الصوت من الميكروفون بتاع الموبايل، وأنا لابس سماعة واحدة بس. ده دلوقتي صوت الميكروفون السماعة شوية فيه سنة صدى أو صوت أرتيكل كده بيطلع من العزل بالAI. طبعا لازم يكون مايك المكالمات قدام كده مظبوط في مكانه كويس، وبصراحة مش دايما بتديني نفس النتيجة في كل الأوضاع، أحيانا بتبقى النتيجة معقولة وأحيانا بتبقى النتيجة غريبة شوية. ده كده الميكروفون دلوقتي من صوت الموبايل، وده كده الصوت دلوقتي من ميكروفون السماعتين مع بعض. الصوت أحسن شوية من إن أنا أستخدم سماعة واحدة. الصوت يعتبر معقول جدا وواضح، ده رغم الدوشة اللي حواليا والعربيات وغيره الصوت لازال واضح جدا ومعقول جدا. اللي قدامي أعتقد إنه هيبقى تمام كويس أوي. تجربة ميكروفون السماعة زي ما شفنا كويسة جدا جدا، معقولة حتى في أسوأ الظروف، رغم ان هي برضه مش بجودة وان بلس او الايربودز مثلا، لكن برضه احسن بكتير من شاومي وسكال كاندي. فبالنسبة لي دي تعتبر ارخص سماعة ترو وايرلس ستيريو بميكروفون كويس مناسب للمكالمات. ولو جربتوا سماعة سعرها ارخص وميكروفون افضل فياريت تقولولي، يمكن احاول اجيبها واجربها برضه على القناة باذن الله. وبس كده، لو عندكم اي اسئله بخصوص السماعه دي اسالوني في الكومنتس وهجاوب عليكم باذن الله. ولو عجبتكم الحلقه فما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب في القناه عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.